هون ورق العنب بعد ما نفضيه. اوه موت موت جوسي، بتزلط. بوف بوف بوف. ماما ماما ريحته تحفة يا جدعان. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. قناتكم جوعتني. النهارده عملت اكلة جامدة قوي، انا بحبها قوي قوي. لازم لما اجي اروح في اي محل اكل عنده بقى طواجن او مشويات لازم تبقى موجودة فيه دي او دي، بس انا على طول بطلبها ورق عنب بالعكاوي. عامل طاجن عكاوي بس من غير ورق العنب. بص الصوص اللي فيه. لو عايزين تعرفوا انا عملت الطاجنين الجامدين قوي دول ازاي، تابعوا الفيديو للاخر وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وما اشتركش اشترك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل الاكلات الجامده اللي زي دي اول باول. عندي بقى العكاوي مغسوله ومتنضفه، تبلها بشويه ملح، شويه فلفل، وندعكها حلو كده عشان نتاكد ان هي كلها ايه تبلت. هنجيب حله نحط فيها شويه زيت، معلقه سمنه، وعندي حته ليا ضاني. هبدا بقى احط العكاوي بتاعتي عشان تتحمر وتاخد وش حلو. بعد 10 دقايق من التقليب وبقى لونها زي ما انتم شايفين كده وخدت لون التحمير من بره، عندي بصل مقطعه اللي هي الجوانح، ونديهم تقليبه مع بعض لحد ما البصل يدوب معانا. وبعد البصل كده ما داب، بص عامل ازاي، عندي طويتين ضربهم في الخلاط ومعلقه صلصه جاهزه، وعندي معلقه جوز الطيب، كوبايه ميه، ونديهم تقليبه. هحط معلقتين سكر صغيرين عشان الحموضه والصلصه، ونسيبها لحد لما تاخد سوا كامل براحتها. تقعد نص ساعة، تقعد ساعة الا ربع براحتها خالص، تكون اتسبكت وتكون خدت سوا. بعد كده نبقى نبص عليها. وبعد ما العكاوي استوت، عندي بقى ورق العنب اللي هعمله معاه، وادي العكاوي بعد ما استوت الشكل عامل ازاي، تحفة. والريحة يا جماعة مش قادر اقول لكم. نرصها بقى في الطاجن، هنسقيها بقى من شوربة العكاوي. هنهزه كده عشان الشوربة تنزل لحد تحت. وبعد ما سقيناه، بص الشكل عامل ازاي، هحطه على النار لحد ما ورق العنب يستوي. بعد كده احطه في الفرن ياخد وش ونطلعه واوريلكوا شكله بقى عامل ازاي. بصوا بقى ورق العنب، أوف. بصوا العكاوي عامله ازاي، يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا ابوي. بص 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 اللحمه عامله ازاي، دايبه. طاجن العكاوي اللي من غير بقى ورق العنب، بص عامل ازاي، بوف بوف بوف. ماما ماما ريحته تحفه يا جدعان. بص عامل ازاي. تعالوا بقى ندوق مع بعض. حتة
العكوه دي. دلع دلع دلع. الله. عامله ازاي؟ عظمه.